السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة وصفة وترك. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض أكلة سريعة وجميلة جدا وكلنا بنحبها. يلا بينا نسمي الله ونبتدي على طول. بسم الله، توكلنا على الله. معايا 400 جرام من اللحمة المفرومة. أنا اللحمة معايا كانت حمرا فهضيف عليها 150 جرام من الدهون. لو انتي اللحمة معاكي ملبسة يبقى تمام. معايا كمان بصلاية واحدة بس صغيرة، وأربع أو 5 فصوص من التوم، بس أنا التوم عندي بيكون متفرز زي ما انت شايفة معايا كمان قرن واحد بس من الفلفل الأحمر. أعتقد مفيش أبسط ولا أسهل من كده مكونات. يلا بقى على طول نبتدي مع بعض الخطوات. أول حاجة في الكبة هنضرب البصلاية مع التوم ونفرمهم مع بعض فرم كويس وفرم ناعم، وهم شغالين مع بعض هنبدأ ننزل بالفلفل الأحمر يتفرم معاهم. أهم حاجة إن الفرم بتاعهم يكون فرم ناعم جدا، مش عايزة يكون فيها قطع كبيرة كده. ما شاء الله شكلهم بعد ما اتفرموا معايا كويس جدا. بس ما شاء الله يعني مش باين البصل من التوم من الفلفل، كله تدخل مع بعضه كويس. هنبدأ بقى نحضر معانا مصفى تكون ضيقة، ونبدأ ان احنا ننزل كل الخليط ده مع بعضه ونصفيه كويس جدا. اهم حاجة ان الخليط ده ما يبقاش فيه مية خالص، لان المية اللي فيه ديت هتأثر لي بعد كده على الخطوات اللي جاية. فانا عايزاه خليط ناشف معايا، نزلي كل المية اللي فيه على قد ما تقدري كده. تمام. المية دي بقى هنبدأ نسيبها على جنب وهنرجع لها تاني، هنشوف استخداماتها معانا ايه. هنرجع بقى ناخد الفلفل والثوم والبصل ننزلهم تاني في الكبة. وهقولك هنا على تركة حلوة قوي، لما تكوني عايزة تفرمي دهون على اللحمة ما تدخليهاش مع اللحمة، دخليها دايما مع الخضار اللي انتي مثلا هتضيفيه على اللحمة، لان فرم الدهون ساعتها هيكون سهل جدا. على عكس لو دخلتيها مع اللحمة او دخلتيها لوحدها بتمسك في السكينة وما بتتفرمش معاكي كويس. هتشوفي بعينيكي دلوقتي قد ايه هتنزل معايا مفرومة ومش ماسكة خالص، لا في جدار الكبة ولا حتى ماسكة في السكينة بتاعة الفرم. هوريكي بس كده مبدئيا شكلها، هي طبعا لسه ما اتفرمتش، انا لسه هنزل كل الجوانب دي. بس بصي بتتحرك لوحدها ازاي جوه الكبة. لكن لو انتي فرمتيها لوحدها هتلاقيها كتلت كلها على السكينة او على الجدران. اهي بصي ما شاء الله معايا طالعة بسهولة جدا واتفرمت حلوة قوي. هنبدأ بقى نجيب بولة كبيرة ونبدأ نفضي فيها كده ديت الدهون مع الفلفل مع البصل مع الثوم. انا لغاية دلوقتي ما ضفتش حاجة خالص. هنبدأ بقى دلوقتي نضيف اللحمة. هننزل باللحمة على الخليط اللي معانا تمام كده، ونبدأ بقى نحط البهارات بتاعتنا اللي منها هتعرفوا احنا هنعمل ايه مع بعض النهاردة. اول حاجة هنحط مع بعض نص معلقة من الملح، كمان نص معلقة من الفلفل الأسمر، وأهم بهار معانا هيميز معانا أكلة النهاردة هو معلقة كبيرة من بهارات السجق. أيوة احنا هنعمل مع بعض النهاردة السجق باللحمة المفرومة ومن غير هنك، من غير ما نتعب نفسنا فيه، بطريقتين للتشكيل سهلة جدا وبسيطة. هنبدأ بقى ندخل كل المكونات كويس جدا مع بعضها لغاية لما نمزج كل المكونات وتبدأ الأنسجة بتاعة اللحمة تظهر معانا واحنا بنعجن. لو انتي مش هتقدري تعجنيها بايديكي ممكن تدخليها في الكبة، تقسميها مثلا على جزئين او على 3 لغاية لما تبقى العجينة معاكي كده لونها بيفتح والأنسجة بتبدأ تظهر قدامك زي ما انت شايفاها معايا كده. كده تمام، اللحمة اتعجنت معانا كويس وتديكي نتيجة كويسة جدا. نبدأ بقى مع بعض في التشكيل. انا بجيب كيس واحط فيه معلقة زيت وابدأ افرد معلقة الزيت دي على الكيس، وجنبيه ببقى جايبة صينية أو جايبة بورد أو أي حاجة جنبك يعني تكون مسطحة، وتحطي عليها برضو أكياس تلاجة مفتوحة علشان السجق اللي هنبدأ نشكله نبدأ نفرده عليها. كده تمام. هنبدأ بقى ناخد مع بعض أول معلقة خالص ونحطها، وبصي بقى بنتني الكيس نصين، وبعدين تبدأي تظبطي شكل اللحمة جوه الكيس بصوابعك، وتبدأي ايد تشد الكيس لقدام والإيد التانية تسحب اللحمة معاكي لورا.
كده هتطلعي صابع ما شاء الله مظبوط، يعني مفيش ناحية فيه سميكة وناحية رفيعة. وبصي لو لقيتي فراغات او حاجة جوه اللحمة بايديكي كده لميها على بعضها من بره الكيس، بس اهم حاجة تظبطي دايما الجوانب عشان ميبقاش عندك فيه فراغات. تقفلي الجوانب كويس وترجعي تاني تظبطي الصابع بايديكي من جوه الكيس زي ما انت شايفة معايا كده. وبعد كده بكف ايديكي بقى او ببطن ايديكي نفسها حركي كده، احنا كده كده دهنين الكيس، ما تخافيش مش هيلزق معاكي، بس حركيه كده جوه الكيس بحيث ان هو ياخد الشكل الاسطواني كامل. بس كده هو تمام خلص معانا. هنبدأ بقى نتنيه تانية صغيرة خالص زي تانية السجق اللي بيبقى جوه الهانك بتاعه. اهو بصي ما شاء الله طالع معانا حلو زي الفل ومظبوط. هنعمل مع بعض واحد كمان، ودي كده طريقة التشكيل الأولانية اللي احنا هنعملها مع بعض. برضو ناخد القطعة نحاول نظبطها الأول، وبعد كده تشد معاكي الكيس لقدام والإيد التانية بتبدأ تسحب معاكي السجق لورا. نقفل على الجناب كويس عشان ما يبقاش فيه فراغات. تمام كده. مجرد ما الشكل ظبط معاكي ترجعي على طول تقومي فاتحة الكيس بالظبط كده، وبعد كده ببطن ايديكي بس تمشي الصابع جوه الكيس على اساس ان انتي تظبطي الشكل الاسطواني بتاعه. وبرضو تتنيه تانية صغيرة علشان هي ديت نفس الشكل اللي هينزل بيه دلوقتي معانا في الزيت، فياخد معانا نفس شكل السجق. طريقة بقى التشكيل هوريها لك دلوقتي. هتاخدي بقى كورة صغيرة خالص من اللحمة المفرومة وتبدأي بقى تكوريها على ايديكي كور صغيرة. طبعا الكور الصغيرة دي بتبقى حلوة قوي لما بتعمليها بقى مع خضار وبصل وكده. والصوابع الطويلة بيبقى ليها حاجتين، يا اما زي ما هي تكون صوابع كده وتحطيها في سندوتشات وتحطي معاها بقى الخضار اللي انتي حباه، او تحطي كاتشب مايونيز الحاجات اللي انتي بتحبيها، او برضو في الاخر بعد ما تسويها ترجعي تقطعيها وتعمليها زي الكور الصغيرة ديت وتحطيها في سندوتشات. كده ما شاء الله كل الكمية معايا. هنبدأ بقى نجهزها للتسوية. معايا صينية جرانيت على النار، اهم حاجة تكون حاجة ما تلزقش معاكي. السمنة اللي انا حطيتها دي مش سمنة، دي دهون حيواني انا ببقى مسيحاها وبستخدمها اي اكل بعمل فيه لحمة. بس اخدت منها قطع عشان تديني الدسامة بتاعة السجق، وحطيت تقريبا 4 أو 5 معالق كبار من الزيت. طبعا عشان السمنة ما تخليش السجق يجرمز معايا بسرعة لازم تحطي زيت، حتى لو انتي بتعملي سجق جايباه من عند الجزار الزيت بيخليه ما يمسكش في بعضه ويجرمز منك بسرعة. هنبدأ بقى على نفس الشكل اللي احنا كنا مشكلينه عليه نبدأ ننزل بيه في الزيت عشان يديكي نفس الشكل بتاع السجق. وطبعا هننزل بالكور الصغيرة، انا ما عملتش كور كبيرة كتيرة، انا عملت بس الكام كورة اللي عملتهم معاكم دول لان انا هعمله كله صوابع وهنشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي. اهم تركة معاكي في التسوية، طبعا السجق بتاعك من غير هانك ممكن يتكسر منك بسرعة، فاهم حاجة انك متجيش جنبه وما تقلبيهوش غير لما لونه يغير معاكي وتلاقيه بدأ يتحمر معاكي من تحت. يعني شوفي كده اللون معايا بدأ يغير، اقلبيه بقى. بصي ما شاء الله هتلاقيه اتحمر معاكي من تحت، هو كده مسك نفسه. دلوقتي هتلاقيني وانا بقلبه وانا مطمنة، يعني انا مش خايفة ان هو يفك مني او يتكسر مني لان هو ما شاء الله خلاص مسك معايا على نفس الشكل. ابدأي بقى قلبيه وبرضو ما تحركيهوش من على الناحية التانية لغاية لما ياخد معاكي لون. بعد ما ياخد معاكي لون من ناحيتين ابدأي طلعيه. انا هنا كمان كان ناقص الكور بقلبها وهسيبها تتحمر على الناحية التانية. هكمل بقى بقية الكمية، وعلى ما تتحمر معايا نبدأ نحضر مع بعض الخضار. انا ببقى محتاجة معايا بصلتين كبار متقطعين، معايا 5 طماطمات، 5 أو 6 فصوص من الثوم، و3 قرون من الفلفل الأخضر، وقرن من الشطة. بصي بقى الصينية ديت بقى فيها مكان تحمير السجق، مثلا في حتت لحمة بتقع، حتت من البصل، فما ينفعش تشتغلي بيها على طول، لازم تصفي منها كل الدهون دي لأن الدهون دي طعمها بقى حلو جدا، بقت شاربة من توابل السجق. فأنا وهي سخنة معايا كده قمت مصفيوها وعلى طول واخداها بقى في حلة نظيفة علشان السجق بتاعي ما يشيلش من الحاجات المتحمرة اللي كانت في الصينية. بصي بقى جمال اللون بتاع الدهون، اكنك بالظبط عاملة سجق جايباه من عند الجزار. اول ما تسيح معاكي في الحلة اول حاجة تنزلي بيها على طول هي البصل.
انا كان معايا بصلتين كبار مقطعاهم زي ما انت شايفاهم معايا كده. هبدأ اخدهم تقليبة واقلب فيهم بس لغاية لما يتبالوا معايا حاجة بسيطة. تمام كده خلاص بدأوا يتبالوا معايا، هنزل معاهم بأربع أو 5 فصوص من التوم. خلي بالك السجق بيحب التوم الكتير، فاحنا حاطين توم في اللحمة وهنحط كمان توم مع الخضار. مجرد بس ما التوم يفك معايا أبدأ بقى على طول أنزل الأول بالطماطم. امشي معايا الخطوات بالترتيب بالظبط، يعني البصل والثوم وبعد كده الطماطم بقى حاولي ان انتي ترصيها كويس على وش الحلة بحيث ان هي تبقى مفرودة تنزل الصوص بتاعها كله على البصل. وبعد كده انزلي معاكي بقى بالفلفل الحامي وبالفلفل الأخضر. طبعا عايزة تزودي فلفل حامي عن كده براحتك، بس أنا عشان كان معايا أطفال صغيرة فحبيت بس ان انا ادي يعني ازود النكهة بتاعة الفلفل ما يبقاش حراق عليهم. على نار عالية لغاية لما الحلة تسخن معايا، وبعد كده بهدي النار وبغطيه. بس الاول هنضيف معانا هنضيف معانا المية اللي احنا كنا مطلعينها من الفلفل الاحمر والبصل والثوم، ونغطيه بقى معانا ونسيبه على نار متوسطة لغاية لما الطماطم تنزل الصوص بتاعها ويبدأ الخضار معايا كله يدبل. كده ما شاء الله الخضار معايا زي الفل ودبل. خلي بالك بقى لو انتي هتعمليه سندوتشات زيي فانتي ما تخليش فيه صوص كتير. لو انتي هتبدأي تغمسيه بعيش فهتسيبي فيه شوية صوص حلوين. انا بقى هحط التوابل معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل، وهضيف برضو على الخضار معلقة صغيرة من البهارات بتاعة السجق. على فكرة البهارات دي موجودة عند اي حد بتاع توابل، يعني ملهاش مكان مخصص، اي حد بيبيع توابل بتلاقي عنده بهارات السجق. البهارات دي بقى ما شاء الله بتدي طعم حلو جدا للخضار، بتنكهه بنفس طعم السجق. هنا بقى السجق انا كنت قطعته حتت صغيرة عشان اعرف احطه في سندوتشات. هبدأ بقى انزله مع الخضار. انا كنت سايبة في الخضار صوص خفيف قوي بحيث ان الصوص ده هو بس اللي يسخن لي السجق، ما كنتش مزودة كتير علشان ما يبدأش يسقطوا من السندوتشات. يا دوبك بس السجق معايا يتقلب تقلبتين في الخضار ويسخن معايا، هنبدأ بقى نغرفه على طول. بصي بقى ما شاء الله الجمال، ما شاء الله كان جمال ولون وريحة كان تحفة ما تفرقهوش خالص عن السجق بتاع الجزار. كفاية قوي ان انتي عاملاه بايديكي وبنظافتك في حاجتك في البيت. ما شاء الله ما شاء الله فعلا، يعني هو يستحق التجربة. ان شاء الله تجربيه بنفس الطريقة دي وبإذن الله يعجبك. ولو اول مرة تشوفي قناتي نوريني بالاشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله في فيديو جديد بتركات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.